بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل بدنجان مخلل كده بطريقة بتوع المحلات، يعني طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة وتحطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وهعلمكم ازاي تحفظوه ان شاء الله يقعد معاكم 3 شهور. اهم حاجة يستوى تحطوه في التلاجة على طول. يلا قبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا لي في القناة وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نسمي الله ونبدأ بالطريقة. هنا أنا معايا 2 كيلو من البدنجان العروسي بأحجام مختلفة بصراحة يعني، بس أنا بحب دايما أخليه صغير. غسلهم كويس وشايلة القمع بتاعهم. نيجي بقى في حلة نحطهم ونحط عليهم مية تغطيهم من فوق الوش كده. اهو بصي اتك عليه الاقيه كده ايه وغطسان في المية. ولعنا عليه النار. نحط بقى ليمونة. هتقولوا لي الليمون بيمرره؟ لا، ما بيمرروش. الليمون بيحفظه ومادة حفظ للمية بتاعته. هوريكم دلوقتي خطوة بخطوة. هتقولي لي ليمونة بس؟ لا، وحبة خل كمان، حوالي ربع كوباية خل، علشان خاطر انا عاملة 2 كيلو من البدنجان. قلبيه كويس وغطسيه كده وغطيه. يا دوبك ياخد غلوتين على النار بالعدد، مش هيقعد 10 دقايق. هوريكم دلوقتي ازاي نعمله بقى الخلطة بتاعته. دي راس من التوم، ودي هريسة شطة كنا عاملينها معاكم، كانت في الفريزر. ناخده كده معلقة او معلقتين كويسين، وليمون اعصري. حطي بقى 3 4 5 ليمونات كده كبار. هو البدنجان المخلل يعني ليمون، ليمون وخل وثوم وهريسة شطة وملح. حطينا حبة ملح كده عشان ينعموا معانا الخلطة. ونفرمهم بقى فرم ناعم جدا في الكبة بقى عندك، في الهون، بأي حاجة. مهم تفرميهم فرم ناعم قوي زي ما انت هتشوفي دلوقتي. اهو بالشكل دوت كده. ونركنها على جنب بقى. هنا اهو يدوبك خد غلوتين بالظبط. بصي امسكيه كده اتكي عليه، هتلاقيه ايه ايدك بتغرس فيه. خلاص كده نطفي بقى ونطلعه. ما تقعدوش اكتر من 5 7 دقايق بالكتير قوي. عشان لو خليتيه اكتر من كده في النار هيتهري منك في المية. احنا بنعمله بطريقة مختلفة زي بتاع المحلات بالظبط. هنطلعه كله بالشكل دوت كده. كل الكمية بقى خرجيها. بصوا الليمونة اهيت حتى باينة اهو قدامكم، اللي هي حتى ملحقتش تاخد غلوتين على النار. المية دي احنا مش هنرميها، المية دي احنا عايزينها تاني. هنسيبه بقى يهدى كده ويبرد ونرجع له تاني. هنا اهو كان برد معايا. هجيب بقى برطمان عندي، بصوا اشقه من النص كده واحطه. اشقه من النص زي ما انتوا شايفين كده، ولا هنحشيه ولا اي حاجة. اهو كده. بصوا الجلدة تخينة كده برضو. اهو بصوا شكله هيبقى لونه موف وجميل وزي العسل، زي بتاع المحلات بالظبط. دي طريقة بتاع المحلات. بصوا قلبه من جوه ابيض ازاي، بوريكم. بصوا لونه ابيض. كل ده بقى من ايه؟ من الخل والليمون. خلصنا كل الكمية اللي معانا اهيت. شقيناه ولا حشيناه ولا اي حاجة.
ده بقى الليمون اللي احنا عصرناه في الكبة واللي كان مسلوقة بيه، حطيه. ودي الخلطة اهيت، نفضيها كلها عليها، بتنفسه كده وبتديله طعم خرافة يا جماعة اهوت. سهل وبسيط وطريقته جميلة جدا وطعمه اجمل واجمل. دي طريقة، وخللت معاكم قبل كده طريقة تانية مسلوق ومتحمر في الزيت. اعصري بقى ليمون وارمي القشر. طبعا احنا غاسلين الليمون دوت، اديله ليمون كده. هو البدنجان بيحب الليمون، ولا هيمزز ولا هيمرر معاكي ولا اي حاجة. اعمليه بس على الخطوات دي هتعجبكم قوي. اهي المية كانت بردت برضو معايا. هنزل بقى املى البرطمان بيها واغطيه بيها كده بالشكل دوت. دي بقى المادة، المية دي المادة الحافظة ليه. احفظيه حتى لو شهرين 3 بيه، بس لما يستوي حطيه في التلاجة بالبرطمان بكله. هنظبط له بقى حبة خل، برضو حوالي ربع كوباية خل عشان تسويه كده وتديله اللون الموف الجميل. حبة ملح، ظبطي بقى الملح بتاعك. هتقولي لي خل وليمون كتير كده، لا 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 مش كتير ولا اي حاجة، انا عاملة كمية كبيرة. اعمليه على الخطوات دي وقولي لي ايه رأيك في التعليقات بالظبط. رجيه كويس وغطيه بالمية بتاعته، وقعديه 4 ايام وكلي منه وذوقي طعمه، ومستنيه رأيك في التعليقات. وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. ويا ريت المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.